عليكم فيديو جديد ان شاء الله. النهارده هنقول لكم فكره برنامج رامز جلال موسم رمضان 2024 وهنعرفكم كمان لون شعره، هنعرفكم بقى تصوير البرنامج وعن كل تفاصيل رامز جلال في موسم رمضان 2024. بس قبل ما نبدا يا صديقي انزل دلوقتي واعمل لايك للفيديو واشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان كل فيديوهاتنا الجديده توصلك لحد عندك. ويلا نقول بسم الله توكلنا على الله. نبدأ حلقة النهاردة سريعا كده ونقول بسم الله توكلنا على الله. مبدئيا كده بفكرة برنامج رامز جلال في الفيديو بتاع النهاردة هي رامز متخلف عقليا. أول حاجة كده في تفاصيل الفكرة إن رامز جلال هيكلم الضيف على إنه جاي يفتتح ملاهي جديدة، وأول لما يفتح الملاهي ديت هيلاقي طيور وحيوانات زي الأسودة وكده، وبعد كده هيبدأ يتطوع في الملاهي دي شوية ويتدخل، وبعد ما يخلص لف في الملاهي ديت هيبدأ بقى رامز جلال بفكرة المقلب بتاعته. هيروح قدام بئر كده، وطبعا هيبقى الرمز اللي صنعه اللي هو هيبقى بئر صناعي، وهيبقى في غواصه، وطبعا الغواصه ديت هيبقى مع الضيف رامز فيها، وطبعا هيبقى معاه رامز جلال عشان يفضل يخوفه وهو في داخل الغواصه، وطبعا هيظهر لهم حاجات وهم في الغواصه، وطبعا رامز هيقعد يخوفه ويقول له شوف الحاجات دي، طبعا هيقعد يقول له تخيل لو الغواصه ديت اتفجرت بينا ايه اللي هيحصل لنا وكل الحاجات دي بقى. بيقعد يقول لرامز انت فقر بقى وما تنبرش فيها وكده يعني. وبعد كده الغواصه ديت تنفجر، وبعد كده هم هينزلوا في الميه، هتفضل طبعا القروش والاسماك وكل حاجه في البحر تمشي حواليهم، هتفضل تلف حواليهم وتخوف فيهم، ورامز جلال هيفضل يشد للضيف. طبعا رامز جلال هيفضل يشد في الضيف من الناحيه دي ومن الناحيه دي، بس كده هيكونوا هم طالعين من الميه بقى بعد كده. وطبعا هيظهر عاصفه بره، طبعا مش هتبقى بحوار العاصفات اللي بتظهر دلوقتي، فهم هيبقى عاصفه اللي هي صناعيه، وطبعا كل حاجه هتفضل تطير في الملاهي ديت، وكل حاجه هتبقى بتترمى في الجو عشان طبعا العاصفه. طبعا هيلاقوا حيوانات بتطلع لهم، وطبعا رامز جلال بيبقى هو اللي عاملهم طبعا للمقلب. طبعا بيفضلوا يجروا ورا الضيف، وطبعا الضيف بيبقى خايف وبيطلع يجري منهم، وطبعا هيبقى معاه رامز جلال بيخوف فيه، وطبعا كل الاسود بتاع الملاهي هيجروا ورا الضيف، والضيف طبعا هيطلع يجري ويقوم واقف في حته كده هتكون حته رمل مخصصه للمقلب، وفي الحته دي كده الاسود والحيوانات بتفضل تقرب عليه وتبقى خلاص هتاكل ديت بقى. رامز جلال بيكشف المقلب اللي يقول يعني اللي هو مقلب. طبعا الفكره ديت انا حبيت اقولها لك النهارده عشان هي فكره قويه. بعد ما طبعا الحيوانات ديت تخش عليه وخلاص هتاكله، بيقوموا كاشفين القناعات بتاعتهم، ورامز جلال كمان بيكشف قناعه وبيعرفه اللي جوه. طبعا رامز جلال بيستحمل رد فعل الضيف عشان طبعا هو بهدله في المقلب وكده. وطبعا نخش على الفكره الثانيه بتاع الفيديو بتاع النهارده، وطبعا هي بلد الاقامه طبعا اللي هي هتبقى السعوديه بنسبه كبيره جدا. ظهر دلوقتي عن برنامج رامز جلال ان هو هيصور في السعوديه السنه الرابعه على التوالي. اما لون شعر رامز جلال اللي محيرنا كل سنه اللي هو هيكون لون شعره بنفسجي، وبنتوقع بشكل كبير جدا ان رامز جلال هيعمله في رمضان 2024 طبعا عشان رامز ما عملوش قبل كده. ولو انت وصلت لحد اللحظه ديت انزل اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان كل فيديوهاتنا الجديده توصلك لحد عندك. ويلا السلام عليكم.